السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير من الناس يقول لك أنا مربي ابني أحسن تربية، أحسن أكل، أحسن شرب، أحسن هدوم، أحسن مدارس وأحسن تعليم. طيب أولا ده غلط، مش دي التربية، دي اسمها رعاية. الاعتقاد إن دي هي التربية أخرج لنا أجيال للأسف سيئة جدا. التربية إنك تعرفهم الأصول، الحلال والحرام، تعرفهم دينهم، تعرفهم ايه هي معلومات دينية او تعرفهم على الاقل معلومات بسيطة في الدين. عشان كده ما نستغربش الفترة الاخيرة لما خرجت فيديوهات تلاقي ناس لابسة لبس نظيف خالص وشكلها حلو خالص، لكن تكاد لا تفقه اي شيء عن الدين واي شيء واي معلومات، بل بالعكس بيتم انها يسألوها اسئلة تافهة جدا وبسيطة جدا وما بيجاوبوش واحيانا يجاوبوا غلط. لذلك دائما ركز على التربية الاسلامية. التربية الحقيقية هي انك تعرف ابنك الاصول والرجولة، تعرف بنتك يعني ايه احتشام ويعني ايه هي غالية جدا. ما ابعدنا الان وما يحدث الان حوالينا من هذه الاشياء هو دليل واحد فقط ان التربية لم تكن سليمة. يعني من الاول والاخر كده يا ريتها جات على الاكل والشرب، في حاجات كتير اكبر في التربية من الاكل والشرب.